استعد يا صديقي لأن فيلمنا النهاردة قصة حقيقية من قلب الجحيم. في سنة 2006 في مدينة الرمادي في العراق كان في فرقة من قوات النخبة الأمريكية عندهم مهمة استطلاع بسيطة، وهي إنهم يطلعوا فوق مبنى سكني عشان يعملوا مراقبة للمكان ويدعموا عملية تابعة للمارينز. وقبل ما ينطلقوا الجنود كانوا قاعدين بيضحكوا وبيتفرجوا على برامج في التلفزيون عشان يفكوا التوتر اللي هم فيه شوية، بس محدش منهم كان عارف إيه اللي هيحصل لهم. الفرقة اتحركت على منطقة سكنية واختاروا بيت من دورين مناسب للمراقبة. دخلوا بهدوء، سيطروا على المكان وبدأوا يفتشوا البيت أوضة أوضة، وكانوا حريصين إنهم ما يأذوش الناس وما يعملوش شوشرة، وبيقولوا لأهل البيت الطيبين إنهم بس هيستخدموا الموقع ده كموقع قناص وإنهم مش هيأذوهم. لكن المفاجأة لما الجنود الأمريكان طلعوا فوق عشان يسيطروا على الدور التاني، فبيلاقوا جدار فاصل ما بين الدورين السكان كانوا عاملينه عشان يفصلوا الشقتين عن بعض. فبياخدوا قرار انهم يكسروا الجدار ده، لكن الصوت كان عالي وبيسمعوا من الاهالي اللي ساكنين فوق وبيحاولوا يهربوا. ولكن الجنود الامريكان بيحاولوا يطمنوهم وبيقولوا لهم انهم مش هيأذوهم، فبيضطر الاهالي انهم يستسلموا للجنود تحت تهديد السلاح. وتاني يوم الصبح بعد ما سيطروا تماما على المكان بيجيلهم إشارة من القمر الصناعي بتاعهم، وبتقول لهم الإشارة إن في حركة غريبة حوالين المنطقة اللي هم فيها. بعدها القناص بيلاحظ إن في واحد عراقي بيراقبهم من المبنى رقم 4، وبعد شوية بيظهر أكتر من واحد في نفس الاتجاه بيتكلموا مع بعض بطريقة مريبة. فبيبلغ القناص القائد بتاعه، واللي بيشك إن صوت تكسير الجدار اللي عملوه امبارح كان عالي ولفت انتباه الناس اللي حواليهم. وفعلا بيسمعوا صوت كلاب عمالة تنبح بره البيت، وبتظهر فجأة عربية مريبة وبينزل منها رجالة شايلين رشاشات. فبيحاولوا الجنود يتمالكوا أعصابهم وما يعملوش أي صوت لحد ما يشوفوا إيه اللي هيحصل. وفجأة قنبلة بتترمي جوه البيت وبتنفجر فيهم، وبينضرب عليهم نار من كل حتة. واحد من الجنود بيتصاب، والباقي بيحاولوا يهربوا من ضرب النار اللي محاصرهم من كل مكان. وبيحاولوا إنهم يستخبوا، وبيتواصلوا مع فريق القيادة بتاعهم وبيبلغوهم إن تم كشف موقعهم من المجاهدين العراقيين، وإن اترمى عليهم قنبلة، وإنه بينضرب عليهم نار بشكل مكثف، وإن في واحد منهم اتصاب، وإنهم محتاجين ينسحبوا فورا من المكان ده قبل ما يموتوا كلهم. فبيقول لهم فريق القيادة إن فرقة الانسحاب هتوصل لهم في خلال 10 دقايق. فبيقول لهم القائد يلموا أسلحتهم ويجهزوا نفسهم، وأول ما المدرعة توصل يرموا قنبلة دخان للتمويه، وبعدها يتحركوا بسرعة ناحية المدرعة. وفعلا أول ما بتوصل المدرعة بيرموا قنبلة دخان قدام البيت، وبيبدأوا ينسحبوا مهزومين قدام العراقيين الأبطال واحد ورا التاني. لكن الكارثة بقى يا صديقي إن الجندي بدل ما يرمي قنبلة دخان رمى قنبلة فوسفور أبيض، ودي مادة بتحرق اللحم والعظم، وفعلا بتنفجر فيهم وبيموت منهم شوية. أما الباقيين فبيصرخوا من شدة الألم والصدمة وجسمهم محروق وأطرافهم مقطوعة. وفي وسط الدخان الكثيف وصراخ الجنود والدم في كل مكان بيحاول القائد بتاعهم يفوق من الصدمة، وبيسحب المصابين جوه البيت، ولكنه بيتفاجئ إن القناص اتصاب إصابة خطيرة وبيصرخ من شدة الألم. فبيخلي زمايله يساعدوه ويحاولوا يعملوا له الإسعافات الأولية، وبيتواصل تاني مع فريق القيادة وبيطلب منهم إخلاء طبي فوري من المكان، أو يبعتوا الطيران عشان يضرب البيوت اللي حواليهم. لكن الطيران ما بيقدرش يضرب لأن المجاهدين الأبطال كانوا محاصرينهم من كل حتة، وكمان كانوا وصلوا لسطح البيت اللي كانوا مستخبيين فيه. وفعلا الوضع كان صعب، والقائد بتاعهم مش عارف يتصرف ازاي وهو سامع صوت رجالته بتصرخ من الألم بسبب الحروق اللي حصلت لهم من قنبلة الفسفور الأبيض. فبيطلب من باقي الفريق يدوروا على المورفين المسكن ويدوه لزمايلهم عشان يسكن الألم. بعدها بفترة بيوصل فريق الدعم التاني للمنطقة اللي هم فيها، ولكن المجاهدين العراقيين الأبطال بيضربوا عليهم نار من كل مكان. فبيحاول فريق الدعم التاني يدخل البيت للجنود المحاصرين بأي شكل، وفعلا بصعوبة بيقدروا يوصلوا لزمايلهم اللي كانوا في حالة صدمة وذهول من كل اللي بيحصل لهم. وبيحاول فريق الدعم التاني ينقذوا باقي زمايلهم، لكن قائد الفريق الأول كان مصاب هو كمان، وبيقول لقائد الفريق التاني استلم انت القيادة مكاني. وفعلا القائد التاني بيتواصل مع القيادة وبيقول لهم ان الوضع صعب جدا، وبيطلب منهم 4 مدرعات عشان تخرجهم من المكان ده. وبعد ما بتوصل المدرعات بيحاولوا يخرجوا من البيت، لكنهم بيتفاجئوا بضرب نار كثيف عليهم من كل مكان،
والRPG بتطير في الجو، وقناصة عراقيين بيضربوهم من فوق سطح البيوت، والوضع بيخرج عن السيطرة. لكنهم بيحاولوا يتماسكوا وبيضربوا نار على المجاهدين، وبيخرجوا بصعوبة وهم شايلين زمايلهم المصابين وبيركبوا المدرعات. وأول ما بيتقفل باب المدرعة بتبدأ المدرعة تضرب أسطح المباني اللي حواليهم، وبيجي الطيران عشان يفتح لهم طريق للانسحاب. وفعلا بتنجح الفرقة في الانسحاب، ولكن بعد ما اتعلم عليهم من المجاهدين الأبطال، وسابوا وراهم جثث زمايلهم أشلاء متقطعة، وساحة مليانة نار ودم ودخان، غير الجرح اللي سابوه جواهم وعمره ما هيتلم. ولو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك لقناة كبسولة أفلام عشان يوصلك كل ما هو جديد وحصري في عالم الأفلام. وما تنساش تقول لنا رأيك في الكومنتات. أشوفكم الملخص الجاي. سلام.